السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. النهاردة معاكم شقة عروسة جديدة، شقة عروستنا النهاردة الجميلة اللي هتنور دمياط من محافظة الغربية. النهاردة هتجيلنا في دمياط الجديدة. دمياط الجديدة في دار مصر زي ما انتم شايفين. هنا ده شكل الريسبشن قبل ما نعدي بس المطبخ، لان هنا في دار مصر موقع ايه المطبخ اول ما بندخل من الباب مباشرة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. المطبخ هنا التقسيمه بتاعته مربعه، فالتفصيل بتاعه كان ممتاز جدا جدا، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ده شكل المطبخ. هنا التلاجة موجوده ببابين. هنا الكاونتر حاولنا ان احنا نخف الدنيا ونحط الاساسيات، دي الاير فراير، وهنا التوستر، وهنا الطقم بتاع المشروبات. طبعا الجزء ده كله سطح عمل فلازم يكون فاضي. وهنا كده ده طقم توزيع مع طقم سكاكين مع بعض. اما هنا كده البوتاجاز هنا بسم الله ما شاء الله يونيون اير، زي تصميم وشكل البلت ان جدا. والجزء ده الخاص بالكوفي كورنر علشان هنا جنبه الفيش، فعلشان كده اخترنا ليه المكان ده. وهنا كده الميكروويف. هنزود اضاءة المطبخ علشان نشوف كل التفاصيل. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا هنا البوتاجاز معانا على شماله الادراج، والناحية دي موجود معانا كده الجزء اللي تحت الحوض. فبالنسبة لنا الجزء اللي كان ينفع يتحط فيه الحلل ويكون واسع ويسعهم بسم الله ما شاء الله هو كان الجزء ده. الجزء ده احلى حاجة فيه ان فيه ارفف كده بالطريقة دي، يعني مش عارفة المسمى بتاعها، بس هي حلوة في توزيعتها جدا لان بتخلينا نستغل كل المساحات. زي هنا كده طقم الستانلس كامل بكل حاجته، طقم الحلل، وهنا طقم الجرانيت الشيك القمر جدا ده، ومن فوق هنا كده طقم التيفال. ده شكل الوحدة كاملة على بعضها. وهنا الوحدة دي حطينا لها في واحدة الحاجات التيفال سواء الصواني او الطاسات، وتحت كل الصواني بتاعة الفرن الألمونيوم. طبعا هنا على يمين الحوض موجود غسالة الأطباق، وهنا الأدراج كالعادة بتكون للرفايع. احلى حاجه فيها ان هي جايبه في الرفايع الاساسيات. الدرج ده عميق فحطينا فيه علب الخزين وعلب التلاجة. وهنا زي ما قلت لكم الكوفي كورنر. هنا طبعا بما ان هنا كوفي كورنر فحطينا من فوقه يبقى جنبهم كده اطقم القهوه واطقم الشاي سواء اللي بالستاند او غيره، وفوق كده الحاجات الكريستال شويه من الاستكانات وفناجين القهوه. وهنا كده حطيت لها طقم توابل الدواره قريب جدا جدا للبوتاجاز. فوق كده الزيتات والملاحات. من فوق البوتاجاز على طول كان موجود الطقم ده، طقم تفلون كده، هو شبه الجرانيت شويه بس هو تفلون. موجود فيه حلتين وصينيه بالغطا كبيره، قارب وطاسه اللي هي المقلايه، وفوق هنا الحلل الفخار. ده شكل الوحده كامله. وهنا الصفايه حطينا فيها طقم العشاء والفناجين بتاعه الشاي والميه. هنا الوحده دي للسخان، وللعلم هي مش مقفوله، هي مفتوحه في الوحده اللي فوقها، عشان في ناس بتقلق جدا ان السخان يتقفل عليه. عموما اصلا هو لو فضل مقفول عليه بالذات سخان الغاز النار بتطفي، لان لازم اكسجين يعني يولع النار. هنا بقى بسم الله ما شاء الله الاجهزه الكهربائيه. هنا الهاند بلندر كامل، وفوق هنا الخلاط وباقي حاجه الكاتشن ماشين. اما هنا ده الجزء ده كده نيش المطبخ، حطينا لها كده كاسات التقديم، ومن فوق هنا كوبايات للشاي والميه، ومن فوق خالص الاستندات، لان استندات شوربه واستندات اللي هي عليها المجات، لان العروسه بصراحه ما كانتش حابه اي استندات بره. وعايزه اقول لكم ان ذوقها راقي جدا جدا غير تقليدي بالمره، يعني بسم الله ما شاء الله.
هنا كده في الرفين دول حطيت في رف الطقم الاركوبال كامل، والرف اللي فوق الطقم الميلامين كامل. ثم هنا هتطلع باقي الاجهزه الكهربائيه اللي استخدامها مش كتير قوي، زي الجريل شوايه، فوق كده العجان، فوق هنا شنطه المعالق والسكاكين، وهنا الميزان والقطاعه. احلى حاجه عشان يستغلوا كل المساحات اللي في المطبخ، ودي نصيحه مني ليكم، الباب ده اصلا بتاع المشروع نفسه، يعني هو نفس باب المشروع، بس عملوا فيه فكره حلوه قوي، قسموه من النص وعملوه باب مفصلي، يعني ركبوا له مفاصل، وفي نفس الوقت بيفتح كده، تقدروا تتنوه كده. بس لان هو لو بيفتح كده بس يعني اضطر طول ما الباب مفتوح التلاجة مش هينفع تتفتح، لكن هو عادي ممكن يعملوه كده، والجزء ده يستفيدوا بيه كويس جدا. ده كده شكل المطبخ كامل. طبعا من تحت الحوض بنحط البلاستيك. وكده جولة المطبخ خلصت، نكمل مع بعض باقي الشقة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنا السفرة كاملة اول ما بندخل. الريسبشن هنا واخد معانا قطعتين، هو تقريبا مساحة الشقة هنا اللي هي 110 او 120. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وليكن 130، بس انا حقيقي مش عندي علم، بس انا بقول تقريبا كده عشان لو حد عنده نفس المساحة في دار مصر. ده شكل الصالون، قد ايه ان شكل الصالون قيم وراقي جدا، وذوقه هادي وبسيط، وبالرغم من بساطته يعني موجود فيه شياكة. هنا فصلنا كده بالزرعة الخضراء الجميلة دي. ده شكل الترابيزة المربعة، ده شكل السجادة. طبعا هنا مقاس سجادة السفرة. عايزة اوضح حاجة بالنسبة لمقاس سجادة السفرة، احنا بناخد مقاس سجادة السفرة بناء على الكرسي وهو مفتوح، مش الكرسي وهو مقفول، يعني مينفعش نجيب السجادة على الاطار اللي جوه ده بس. اما هنا كده ده البار او البوفيه على حسب مسميات البعض. نشوف بقى رتبناه ازاي. حطيت هنا كده طقم الصيني بتاع اللي هو البورسلين بتاع الضيوف. الطقم ده جايباه نص لان هي جايبه طقمين مش طقم واحد، فده اول طقم معانا. وهنا الطقم التاني حطيته في الرف اللي تحت. للعلم الطقم اللي تحت ده مستورد لان فيه قطع مش موجوده في الاطقم الموجوده عندنا، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعدد الاطباق بتاعته 8، يعني ولا 6 ولا 12. هنا بكده موجود معانا طقم شاي، وده شكل الوحدة كاملة على بعضها. لو وصلتوا معايا من الفيديو لحد هنا اتمنى تكونوا حطيتوا لايك واشتركتوا في القناة لو لسه مش مشتركة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في شغل العرايس. دايما يفضل ان النجفة اللي فوق السفرة تكون بالطول واخدة بطريقة طول السفرة زي الشكل ده كده. نشوف مع بعض النيش النهاردة كان ابسط ما يكون في الذوق بتاعه وفي رصته. العروسة قالت لي مش عايزة اي كاسات مايلة ولا اي حاجة، عايزة الرصة رتم بسيط وهادي. فكانت ما شاء الله، حتى اظن ان حاجتها واضحة ان هي ذوقها راقي جدا وبسيطة جدا. بالنسبة للكريستال هادي، مش فيه رسومات كتير، مش فيه الوان كتير زي ما واضح قدامكم. عملت اول رف من هنا كله كريستال، وتاني رف معانا هنا كله كريستال بس مطعم كده بالذهبي، وتاني رف كده اللي في النص فصلت ما بينهم طقم القهوة. كان ده شيك جدا جدا، حتى حبيت ان انا ابين شكل الطبق بتاعه على شكل صدفة كده، فشكله حلو قوي. وحطيت طقم قهوة تاني مع طقم ايس كريم هنا. بما ان حطيت ايس كريم هنا فحطيت الطقم الايس كريم وبصينية هنا لان لايق جدا جدا مع طقم القهوة. اتمنى تكون كل التفاصيل واضحة. وعلشان باقي الرف كان لسه معايا مساحة حطيت فيه الكاسات اللي ورا دي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وده كده شكل الرصة في الطقم اللي بعده. قولولي ايه رأيكم في الشياكة والرقة والبساطة بتاعت رصة نيش عروستنا النهاردة. من تحت هنا حطيت لها طقم شاي وطقم صواني تقديم، وهنا طقم بلاد شوربة كده بيكون للعزايم. هي ما حبتش اي
صيني او بورسلين عموما يكون موجود معاها في النيش. ده كده شكل الريسبشن كامل قبل ما ندخل على الغرف. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا كده طرق التوزيع بتدخل على الحمامات والغرف. هنا كده اول حمام، ويعتبر ده برضو حمام ضيوف لان الحمام التاني في غرفة النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى غرفة الأطفال، وهي غرفة الضيوف. ربنا إن شاء الله يرزقهم فيها بإذن الله الذرية الصالحة ويسعدهم ويهنيهم بكل حاجتهم، اللهم آمين. دعواتكم ليهم كده من كل قلبكم. ستايل وتصميم الغرفة جميل جدا. بالنسبة للجزئية دي الطابلوهات والبراويز في حاجات طبعا ما تعلقتش خالص، الوقت كان ضيق معاهم فيعلقوهم بعد لما احنا نمشي. ده شكل الدولاب وتصميمه. متنسوش بقى تعملوا لي باي باي، تحطوا لايك للفيديو. ده شكل الدولاب من بره. اظن ان انتوا خلاص فهمتوا ذوق العروسه وعرفتوا كل طلباتها ايه. وانا طلبات عرايسي اوامر، انا بكون جايه عشان افرحهم. فالعروسه ذوقها سيمبل وبسيط. اخترت ان انا احط لها خيوط الخيش واعمل ليها تدريج الالوان كده. دي اللي هي الفوط الكبيره البشاكير، هي ما شاء الله اغلب فوطها كبيره البشاكير زي ما هو واضح. فاخدت هنا تدريج الاخضر وهنا تدريج الاصفر مع الابيض، وهنا الملونين مع بعض، وتحت هنا كوفرتيات اطفال قطيفه. اما هنا الضرفه دي كانت واسعه، اخدت معايا كل الحاجات الشتوي. يعني اخدت تحت دي بطانيه ودي بطانيه ودي الحاف، واللي فوق منه برضو الحاف. زينت اللي تحت كده بالخيش، واللي فوقه كله بالستان الاوف وايت لان هي مش حابه الالوان خالص. دي دفايه مفرش دفايه، ودي برضو دفايات، وده كده بطانيه. وهنا ملاية السراير الاطفال، حبيت ان انا اميزها لها بس ان هي ملاية سراير الاطفال، وجنبهم كده 2 كوفرت. هنا كده غرفة الليفينج روم، الركنة كده على شكل حرف ال. بسم الله ما شاء الله. بحب جدا اللون الرمادي في غرفة الليفينج لان بحس ان هو بيستحمل بقى ان احنا قاعدين فيه بناكل فيه قاعدين قدام التلفزيون. ده شكل كده الغرفة. الترابيزة هنا مربعة وبيطلع منها بفات، يعني هنا ده موجود كده بف، ده بفات 4 بفات بيطلعوا، تقدر تستخدمها كسفرة كده او لو في عدد زيادة. هنا ده كده طقم التسالي، وهنا زينت لها بدون. وهنا مكتبة الشاشة المعلقة بالشكل ده. اخترت هنا على اللون الخشبي دي افصل بالفازة اللي عليها الريش الجميلة دي. ندخل بقى على اخر حاجة في شقة عروستنا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا كده غرفة النوم. طبعا احنا دخلنا من الطرقة، هم حتى عاملين ستارة هنا لو عايزين يقفلوها. وده الحمام الخاص بالضيوف سوري ضيوف يدخلوا اوضه النوم يعملوا ايه. الحمام الخاص بغرفة النوم. هنا كده دي التسريحة زي ما قلت لكم، هي ذوق العروسة بسيط رقيق. يعني طلعنا بعض البرفانات البسيطة جدا وباقي كل حاجتها والميك اب بتاعها في الادراج. ده شكل سجادة غرفة النوم. هنا كده البانكت. هنا كده ده شكل السرير. بسم الله ما شاء الله. مفرش سوفت، بس مش معنى ان العروسة متجوزة في الشتاء ان احنا مش هندفيها. كالعادة ان انا بفرش للعروسة الحاف تحت المفرش علشان تتغطى بيه، وبحط لها برضو دفاية عشان ما تنامش على الملاية، بالذات ان احنا يعني المطرة جامدة جدا الفترة دي والجو برد حقيقي، برد قارس. هنا كده لبس الخروج بتاع العروسة. دي شماعات باقي لبس العريس، وهنا الكورسات والشنط بتاعتها. هنا باقي الحاجات النواعم. تحت كده ارفف لبس العريس، سايبين له رفين يا جماعه. والناحيه التانية هنا حطيت لها من فوق الملايات
وهنا كده كوفرت استخدام، وده زي بورنوس كده كاش مايو بالبونيه بتاعه، ودول اللبس الشتوي بتاع العروسة، ومن تحت من هنا اللبس الصيفي واللبس الخاص كالعادة مش بنصوره. طبعا بالنسبة للكراتين اللي هناك دي الأجهزة الصيفية إلى حد ما، يعني هناك المبرد الصحراوي والمكنسة والمكوة، هما قالوا مش حابين يفتحوهم دلوقتي، وعلقنا البرانس هنا. اتمنى تكون جولتنا في شقة عروستنا النهارده عجبتكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني في شقة عروسة جديدة وفيديو جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.